وهذه خمسة أخمسها في أذنيك أنت أيتها الغالية. هل تأملت في أوصاف الحور العين وما ذكر من حسنهن وجمالهن؟ أقول فأنت أفضل من ذلك في الجنة، أنت أفضل من ذلك في الجنة. فضلت على الحور العين بالصلاة والقيام، وكل صفة للحوراء أنت أولى بها، فاعملي مع العاملين. قال عطاء السلمي لمالك بن دينار: يا أبا يحيى شوقنا. قال: يا عطاء، إن في الجنة حوراء يتباهى أهل الجنة بحسنها، لولا أن الله تعالى كتب على أهل الجنة ألا يموتوا لماتوا من حسنها وجمالها. فلم يزل عطاء كمدا حزينا من قول مالك. عن يزيد الرقاشي قال: بلغني أن نورا سطع في الجنة، لم يبق موضع في الجنة إلا دخل من ذلك النور فيه. فقيل: ما هذا؟ قيل: حوراء. قيل: حوراء ضحكت في وجه زوجها. قال صالح المدين: فشهق رجلا من ناحية المسجد فلم يزل يشهق حتى مات في مكانه. ولقد روينا أن برقا ساطعا يبدو فيسأل عنه من بجنان، فيقال: هذا ضوء ثغر ضاحك في الجنة العليا كما تريان. فما ظنك بامرأة إذا ضحكت في وجه زوجها أضاءت الجنة من ضحكها، وإذا انتقلت من قصر إلى قصر قلت هذه الشمس متنقلة في بروج فلك. وإذا حاضرت زوجها فيا حسن تلك المحاضرة، وإن خاصرته فيا لذة تلك المعانقة والمخاصرة. وحديثها السحر الحلال لو أنه لم يجن قتل المسلم المتحدث. إن طال لم يمن وإن هي حدثت ود المحدث أنها لم توجز. وإن غنت فيا لذة الأبصار والأسماع، وإن آنست وأمتعت فيا حبذا تلك المؤانسة والإمتاع. وإن قبلت فلا شيء أشبه من ذلك التقبيل، وإن نولت فلا ألذ ولا أطيب من ذلك التنوير. هذا وإن سألت عن يوم المزيد وزيارة العزيز الحميد ورؤية وجهه المنزه عن التمثيل والتشبيه، كما ترى الشمس في الظهيرة والقمر ليلة البدر، فذلك موجود